السلام عليكم ومرحبا بكم مع وصفات عبد الرحمن. ان شاء الله نلقاكم بخير وعلى خير يا ربي. كما شفتوا في العنوان بزوج حبيبات بيض درنا 21 حبه تاع مادلين، يجي خفيف ويجي قطني خير متاع المحلات، بواحد اللمسه سحريه اللي تعطي له هذيك الخفه، ويجي كي القطن والتعسيله اللي من الفوقه، ويقدر يشتلك حتى سمانه زوج سمانات تلقايه مازالو هكا كي شغل جديد خفيف وطري. الا حبيتوا تكتشفوا الطريقه ما عليكم غير تتبعوا الفيديو حتى الاخير هكا باش تكتشفوا اسرار نجاح المادلين. يلا بينا نروح نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. عندي هنا 280 غرام تاع فارينه، عندي 200 مليلتر حليب يعني كاس معمر، وعندي كاس تاع سكر تانيك 200 غرام، وعندي هنايا كاس ماشي معمر حتى لهنا نتاع الزيت ما يعادل 130 مليلتر، عندي زوج حبيبات بيض، عندي زوج لاليفور، وهنايا الزاز تاع القارص، بلا ما نساو قرصه الملح ولافاني. نروح نبداو بسم الله. ندير هنا الزاز تاع القارص ولافاني وقريصه الملح هما الاولانيين. لازم المادلين تاعنا الخليط لازم يطلع مليح. اللي عندها خلاط كهربائي دير خلاط كهربائي ولا ميكسور، لازم تطلع مليح. نروح نديرهم يطلعوا، ونضيف السكر غير بالعقل. هنا نبدا نضيف كي يبدا يدير لي البيض تاعي الرغوه، نبدا ندير السكر غير بشويه ونطلعوه بسم الله. هنا من بعد ما بيض لي الخليط تاعي نجي نبدا نضيف له تانيك الزيت غير بالعقل بسم الله. وهنا كمعلومه الكاس تاع الحليب نقدر كما نقولوا حنا نستبدلو يا بكاس ماء، كما نقولوا ما عندكش الحليب تقدر تضيفي له غير كاس تاع الماء، ولا اللي ما حبش يدير الماء يدير عصير تاع قارص، يدير ولا تاع تشينا واش كان متوفر عندك، يعني حتى بالماء وتجي خفيف ويجي ما شاء الله. هنا ما كي دوكا نشعل الخلاط تاعي ما خليش يدور بزاف، شويه ونحبس باش ما يطيحليش الخليط نتاعي بسم الله. شوفوا هنا الخليط تاعي كيفاش راهو ابيض، وهذه هي كما نقولوا حنا اللمسه السحريه ولا المغرف اللي حنضيفوها لهذا الخليط نتاعنا المادلين تاعنا باش يخرجوا لنا خفاف كي القطن، يخرجوا يعني طرايا بالبزاف. يعني وخل انا ما ديرتوش في الاول باسكو باش ما يروحليش التفاعل نتاعو بسم الله. نديرو دوكا حتى يطلع لي البيضه ديالي مع السكر والحليب والزيت باش نضيف له مغرف نتاع الخل. دوك نجي نضيف له هنا درت الفارينه عاودت عبرتهم لكم في جوج كيسان، اللي ما عندهاش الميزان هي قلت لكم 280 غرام، ودخلوا لي سيك زوج كيسان معمرين هكا بسم الله. نخلط مليح صدقوني راح يخرج لكم مادلين ناجح 100% كيما تاع المحلات اللي نشروهم برا. ونضيف الكاس الثاني ونزيد عليه الزوج الخماره ديالنا. لازم الخليط تاعنا ما يكون ثقيل، لو كان يجي ثقيل ما يخرج لكمش خفاف، ولو كان يكون الخليط تاعنا خفيف بزاف ما يطلعوا لكمش كيما راكم حابين.
القوام نتاع الخليط تاع المادلين تاعنا. نجيب هنايا ليمون، درت انا هنا لي كيسات تاعي في هاد ليمون خاصين بالمادلين. شوفوا هنا الخليط تاعي تحسبوه كي هذاك المغرف تاع الخليل نضيفوها في الاخير، تحسبوه شغل خمر لنا الخليط تاعنا ولا ثقيل. نجي هنا غير بالمغرف نعمر لي كيسات تاعي، ما نعمرهمش بزاف، نديرهم نص. هنا كملت عمرتهم كامل. يعني الله يبارك، يعني في زوج حبيبات بيض خرجت لنا 21 حبه مادلين، يعني كميه ما شاء الله. وحنا جبت انا السكر البني، وانتوما يقعد لكم ليكم نتوما واش تحبوا. كاين اللي يحب يدير شيكولا ولا لوز ايفيلي من الفوقه، التزيين يقعد اختياري. انا هنا الفور تاعي راه مسخن على 180 درجه، ندخلو نشعلهم من تحت ونشعل المروحه، واللي ما عندهاش المروحه غير تشوفهم طلعوا وتنفخوا تشعلهم من الفوقه. ما لازمش يطولوا في الفور باش ما ينشفوا لكمش. هذيك كملتهم، راح ندخلهم للفور. دوكا نجيو نحضروا مع بعض السيرو ديالنا اللي راح نشربوا به لي مادلين تاعنا، اللي باش يقعدونا معسلين من الفوقه ومشربين للداخل. هنا عندي كيله تاع ماء وكيله تاع سكر، عندي كاس ماشي معمر تاع ماء مع كاس ماشي معمر تاع سكر، يعني ماشي زوج كيلات بكيله، يعني كيله بكيله باش نتحصلوا على هذيك السيرو يكون عاقد، يكون يروح لنا قريب، يروح لنا كيما عسيله خفيفه. انا هنا نديرهم يغلو وغير يتبدل اللون تاعها تولي ميال ذهبي، يعني نطفي عليها باش نتحصل على هذيك العسيله الخفيفه. وهنا غير نخرجهم من الفوغ نتاعي غير يطيبوا، يكون الشربات ولا العسيله تاعي تكون بارده، نشربهم مباشره باش يشربوا هذيك العسيله يشربوها. هنا من بعد ما خرجتهم من الفوغ، هاو السيرو تاعي اللي طيبته، شوفوا يولي اللون تاعو ذهبي. هنا يعني مباشره السيرو تاعي بارد وهما سخونين، نشربهم. شوف انا نشربهم وهما يشربوا. نروح نكمل نطيبهم كاع ونشربهم ونعاود نقول ان شاء الله في صحن التقديم ان شاء الله. عملك بعد ما كملت شربتهم كامل، شوفوا الله يبارك، يعني غير بزوج حبيبات بيض درنا 21 حبه تاع مادلين ما شاء الله، ويخرجوا خفاف، يخرجوا خير متاع المحلات. شوفوا الله يبارك، يعني نحل معكم وحده باه تشوفوا كيفاش يخرجوا خفاف. شوفوا الله يبارك، يخرجوا ما شاء الله. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع احبابكم وديروا جيم وفعلوا الجرس باش يلحقكم كل جديد. ما بقى لي غير نقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.